خالد الغندور يكشف عن مفاجآت في مصير صفقات الزمالك ومتى يتم الإعلان عن هذه الصفقات. الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق علق على مصير صفقات الزمالك خلال الموسم القادم في ظل أزمة إيقاف القيد عن القلعة البيضاء. خالد الغندور وعبر تصريحاته الأخيرة أكد أن الزمالك اتفق مع عدد من اللاعبين ومع أنديتهم، وأيضا اتفق مع بعض اللاعبين الأجانب. واستكمل خالد الغندور في تصريحاته أن الزمالك لن يقوم بإعلان عن أي صفقات رسمية إلا عقب إنهاء أزمة إيقاف القيد الحالي لنادي الزمالك، مؤكدا أن الأمور لا تزال أمامها بعض الوقت، وأن غلق باب القيد الصيفي سيكون يوم 14 سبتمبر القادم. واستكمل خالد الغندور تصريحاته مؤكدا أن أموال رعاية إبراهيم نضاي لوادي دجلة تم سدادها، وأيضا أموال إتشمبونج جاهزة وسوف يتم دفعها يوم السبت، مؤكدا أنه يتبقى أموال اللاعب شيكابالا والغرامة لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي، وأنه تم تجميع مبلغ كبير منها ويتبقى جزء بسيط، مؤكدا أنه في حالة إنهاء كافة كل تلك الأزمات وفتح باب القيد للزمالك سوف يتم الإعلان عن صفقات الزمالك دفعة واحدة.